لكل شبر في مصر حكاية. ورحلتنا النهاردة هتكون عن عجائب مصر الجغرافية، وطبعا كلنا عارفين مدى أهمية مصر على خريطة العالم. وعشان نتعرف أكتر على جمال بلدنا ونتفاعل معاها بشكل أكبر، تعالوا نتعرف مع بعض على أصل الحكاية. حكايتنا بدايتها من بداية الكون وظهور الأرض، بداية مثيرة من بداية الزمان، وحكاية طويلة من التطور والتحولات لشكل الأرض بسبب الزلازل والبراكين وانفصال القارات. وفي الآخر وبعد ملايين السنين وصلنا لأرض اسمها مصر، بلد الأهرامات والنيل العظيم. العصور الجيولوجية اللي مرت عليها مصر غيرت من شكل أرضها، فمصر كانت فوق جزء من درع قاري قديم اتعرف بالكتلة العربية النوبية، وهو جزء من كتلة قارية اسمها الغندوانا اللي بتعتبر قارة أفريقيا جزء منها، والجزء ده من شمال شرق القارة الأفريقية كان مغمور تحت مياه بحر كبير اسمه بحر التيثس العظيم. ومن ملايين السنين وبسبب الارتفاعات والانخفاضات في أرضها بدأ البحر في التراجع، وبدأت الأرض الجافة في الظهور، بداية من أسوان لحد ما انحصر البحر وبقى متمثل في البحر الأبيض المتوسط، وبقى فاصل ما بين القارة الأفريقية والقارة الأوروبية. وفي العصور الجيولوجية اللي قبل الأخيرة وبسبب تأثير الزلازل وثوران البراكين اتعرض الجزء ده من الأرض للتصدع، فانفصلت الأرض وتكون أخدود البحر الأحمر، وهو جزء من الأخدود الإفريقي العظيم، وده أطول الصدوع الأخدودية في العالم. وظهرت جبال البحر الأحمر وجبال جنوب سيناء، وانفصلت مصر عن شبه الجزيرة العربية. وبظهور البحر الأحمر اللي بيربط مصر بقارتي آسيا وأفريقيا، مصر بقت دولة أفرو آسيوية، وبقى يطلق عليها أرض الزاوية اللي بتربط بين الشرق والغرب. تغيرات كبيرة في البيئة والمناخ، ظهرت المنخفضات والوديان والهضاب والجبال والصحراء ونهر النيل. ومن هنا بدأت قصة مصر الجديدة بحضارتها وتاريخها العظيم. وعشان نتعرف أكتر على عجائب مصر الجغرافية لازم نسمع حكاية نهر النيل، أبو الأنهار الأفريقية وأطول نهر في العالم، بيمر على 11 دولة بيسموهم دول حوض النيل. النيل ماشي بين الصخور والجبال والصحاري، ماشي وسط عجائب طبيعية بتشهد لقوته وصموده، بيبدأ من وسط أفريقيا لحد ما يوصل عندنا في شمال شرق أفريقيا عشان يصب في البحر الأبيض المتوسط عن طريق فرعين في النيل هما دمياط ورشيد، وده ما كانش المسار الأول لنهر النيل. وحسب الدراسات والباحثين فالنهر الليبي القديم كان جد نهر النيل العظيم، لأنه جزء من تاريخ تشكيله. نهر النيل نهر عظيم ومش عادي، وأجدادنا سموه بأترعة، ومعناها النهر العظيم، النهر الوحيد اللي في العالم بيتدفق المياه فيه من الجنوب للشمال. وده اللي لخبطني لما اتسألت قبل كده هي فين مصر العليا وفين مصر السفلى، وبمنتهى الثقة جاوبت وقلت أكيد حسب الاتجاهات على الخريطة من الشمال للجنوب، بس طلع بيتقال عليه النهر المقلوب. النيل كان عامل مساعد في ظهور حضارة مصر العريقة، وكان شريان الحياة عند المصريين، وكان ليه جزء مهم في الديانة المصرية القديمة، وداخل فيه حكايات وأساطير كتير، منها إن نهر النيل هو رمز الرحلة والطريق ما بين الحياة والموت. أما الإله حابي إله الخصوبة والمياه كان ليه دور مهم في حياة الفلاحين المصريين القدماء، وكان سبب الفيضانات السنوية لنهر النيل. وزي ما المؤرخ الإغريقي هيرودوت قال، مصر هي هبة النيل أو هدية النيل، فتمركزت المدن على ضفاف النيل، وتقسمت مصر زمان لقطرين حسب اتجاه تدفق النيل، مصر العليا في الجنوب وهي مدن وادي النيل، ومصر السفلى في الشمال وهي مدن دلتا النيل. أما الصحراء فكانت درع واقي ليهم من الغرب والشرق، وجه مينا ووحد القطرين. وظهرت بعد كده أقاليم كتير، وحسب التوزيع الجديد لأقاليم مصر الإدارية الأقاليم الكتير بقوا 7 أقاليم، كل إقليم في عدد من المحافظات، وكل محافظة فيها عدد من المدن والقرى اللي مليانة حكايات، ومصر حكاياتها المثيرة كتير. استنوني الحلقة الجاية، ولو عجبتكم الحكاية ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتشاركوا المحتوى مع أصدقائكم.
لكل شبر في مصر حكاية.